الاهلي يفوز على الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء احرزهم بين رمضان وياسين مرعي في مباراه افضل نسبيا من المباريات اللي فاتت. مبدئيا وقبل كل شيء ارضيه ملعب برج العرب صعبه جدا وسيئه جدا، الكره ما بتمشيش، تحس ان هي مش منفوخه. مش عارف اتحاد الكره مصر على الملعب ده ليه. عموما خلينا في المباراه. كابتن طارق العاشري الله يكون في عونه ماسك الاسماعيلي في اجواء صعبه جدا، فطبيعي كان يلعب النهارده 5-4-1 وهو اصلا معروف بالمدرسه الدفاعيه. فيعني بيحاول ان هو يكسب نقطه او يكسب بالهجمات المرتده. ولكن يستروب النهارده لعب بافضل طريقه ممكنه. انا بصراحه بيعجبني قوي ان انا العب ب 4-1-4-1، لان الاهلي طبيعي بيحب الكره الهجوميه، ولعيبه الاهلي اصلا بيعرفوا يهاجموا. الاهلي بيعرف يجيب اجوان، احنا اللعيبه عندنا لما بتبقى فايقه وفي حالتها محدش بيعرف يوقفنا. فاعتقد ان دي احسن طريقه ممكن نلعب بيها. ديانج النهارده ما شاء الله عليه كل حته في الملعب موجود فيها، ناقص يكون مكان الشناوي. ديانج من وجهه نظري رقم 6 لا بديل عنه، ما شاء الله عليه. ربنا يا رب يحميه ويحفظه، وبصراحه لو مشي انا هزعل عليه كتير جدا. كمويش ما شاء الله عليه، هو هيمشي بدري بدري، كويس ان هو اختيار يستروب. لا موجود ولا قادر يلتحم، ولا حتى الكور العرضيه موجود فيها، ولا بيضغط صح. اعتقد ان مروان عثمان هيبقى افضل منه بكتير، لان مش ده راس الحربه اللي احنا محتاجينه. حسين الشحات لعيب جوكر، ممكن تلاقيه في اي مكان انت محتاجه. مع مصر المقاصه في يوم من الايام لعب باك يمين، لعب وينج يمين، لعب وينج شمال. لا النهارده يستر بيلعبه في نص الملعب، بيقول له برضه انا موجود. بصراحه حسين الشحات انا طول عمري بقول ان ده من افضل اللعيبه اللي دخلت النادي الاهلي، واتمنى ان هو يفضل معانا ويستمر كتير. النهارده بقى اجمل حاجه حصلت في المباراه عوده محمد علي بن رمضان، ما شاء الله عليه. هو ده محمد علي بن رمضان، استعاد نسبه كبيره من فورمته اللي كانت موجوده قبل افريقيا. محمد علي بن رمضان النهارده من احلى المباريات اللي شفتها له من ساعه ما رجع من افريقيا من منتخب تونس. اخيرا وليس اخيرا شفنا يوسف بالعمري، ما شاء الله عليه، باك شمال محترم. يعني هو حافظ المكان، شايف ان دي حتته، الراجل واثق من نفسه. انا شايف من وجهة نظري ان الراجل ده جاهز، والراجل ده كان يستاهل اكتر من كده، وشايف ان الراجل ده المفروض نعتمد عليه في الفترة اللي جاية. محمد شكري مش وحش، ولكن هو دفاعيا اكتر ما بيهاجمش، وانا بحب اللعيبة اللي بيبقى عندها نسبة الهجوم اكتر. وكريم فؤاد انا اتبسطت جدا لما شفته مكان محمد هاني، لان انا ما بحبش اشوفه في الباك الشمال، بخاف عليه من الاصابات. عموما الاهلي رجع، وان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل، ويا رب يفضل كده الاهلي يكسب، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن واحسن.